السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل شيخ العطارين. عودا حميدا، بقالنا فترة كبيرة أوي ما صورناش. إن شاء الله هنعمل سلسلة كاملة زي ما بدأناها بقالنا أسبوع أو 10 أيام في كيفية اختيار البهارات من الألف للياء. هنكمل السلسلة، هنعمل جميع الخلطات بإذن الله تعالى. أنت في رمضان مش هتحتاجي تخرجي بره البيت، كل خلطاتك هتبقى موجودة عندك، كل البهارات أي تشكيلة أنت محتاجيها هتلاقيها موجودة عندك، تقدري تعملي منها الخلطة اللي أنت محتاجاها. بعد مداوله طويله قوي واختيار اراء الناس قررنا ان احنا نبدا بالكفته. احنا كل مره بنبدا بالسبع بهارات، بس هنسيب السبع بهارات لاخر حلقه خالص علشان ان هي تبقى الكلفه بتاعت كل حاجه. تعالوا نشوف البهارات هنبداها ازاي. اولا قبل البهارات في بعض التكات هنقولها في الاخر. ازاي الكفته ما تبقاش ناشفه منك، تبقى طريه. ازاي تاخد ريحه الفحم لو انت مش هتعمليها على الجريل، وامتى تاخد صدمه وامتى ما تاخدش. كل ده هنقوله في اخر الفيديو. تعالوا بقى نقول المكونات. بسم الله. الاساسيات معايا دايما في اختيار البهارات. دايما في كل خلطه بهار في تكه معينه بتفرق فيها. الكفته بتحب الفلفل الاسود، القرنفل والكزبره، ما بتحبش الحبهان ولا بتحب الورق اللوري. عشان كده لو جينا نعمل خلطه نبقى عارفين ايه اللي يظبط وايه اللي يبوظ. اللي يظبط معايا الكفته الفلفل الاسود والقرنفل والكزبره، وعشان كده دول هيبقوا تقريبا اكبر مكونات معايا. نقول بسم الله. ادي الكزبره، الفلفل الاسود، كمون، القرفه الكسر، ودي بتبقى نسبه قليله، هي من الحاجات اللي هي بتظبط التيست بتاع الكفته. ما نقدرش نستغنى عن القرفه السيجار عشان نسبه التسكير اللي فيها وتشد الزفاره. زيها زي ما احنا هنحط برضو الخلنجان وهنحط ان اليانسون النجم او الانايسيس ستار عشان تشد الزفاره. مهما كان كده كده اللحم بيبقى فيها ريحه زفاره، وسنه الدش اللي هنحطها او الدهن تشد معايا الزفاره. القرفه العود بتساعد على الكلام ده. الكباب الصيني او البهار الحلو، الريحه الحلوه، التيست العالي، كل ده يبقى موجود معانا. سنه الشمر ابو ريحه حلوه. نروح للقرنفل، متفقين ان هو من الاساسيات بتاعتنا. فصين الحبهان بالظبط، ما نكترش في الخلطه بتاعت الحبهان، بيمرر في الكفته. ورقتين لوري، قلنا برضو من الحاجات اللي بتمرر، فيا ريت ما نكترش منها. نيجي معانا بقى للتكات اللي هي ممكن تفرق معايا في الريحه وفي الطعم. حاجه زي البصل البودر والثوم البودر، بس احنا ما بنحطهمش. احنا متفقين ان احنا ما بنشتغلش اي حاجه فيها بودر، كله بنشتغل فريش. هنجيب البصل الشرايح والثوم الشرايح وهنحطه في الخلطه ونوريه لكم دلوقتي. المكون اللي عليه بقى اشكاليه اللي هو جوز الطيب. انا بفضل احطه عشان التيست بتاعه العالي. براحتكم بقى، اللي عاوز يحطه، اللي حاسس ان هو فيه شكل حرمانيه او كلام زي كده ما يحطوش، ده شيء يرجع له. نروح لشداد القوه، خلنجان طبعا. وبالنسبه برضو للزفاره من الحاجات المحترمه جدا البصل الشرايح، بودره لا اهي. الثوم الشرايح نفس الوضع. اللي ما يلاقيش هيدور على حاجه بس يكون جودتها كويسه او من مكان يثق فيه ويشتغل عادي، ما يقولناش لا. وده الانايسيس ستار، اليانسون النجم. كده انا اكون عملت بهار الكفته بالتشكيله بتاعته، خلصت حوايجه، اطحن واتبل. طيب ايه التكات اللي احنا قلنا عليها؟ تعالوا نطحن بس الاول وبعد كده نشوف التكات هنقولها ازاي. نحطه في المطحنه ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نشوف تبقى ريحه. الله، ريحتها حلوه حلوه، الشكل مختلف.
خالص خالص شكلا وموضوعا مقارنه بالبهارات اللي احنا بنشتريها. لو تسمحوا لي ثانيه واحده هجيب انا بس ادى شويه من بهارات الكفته اللي احنا بنشتريها. دي بهارات الكفته اللي احنا بنشتريها مقارنه دي بهارات صافيه زي ما احنا قلنا. المكونات تدي تيست معاك عالي، طبيعي، غذائي، مفيش فيها اي مشاكل. مقارنه بقى بكل حاجه فيها الاكستراكتنج او المستخلص بتاع التوم، لا الفلفل، لا كذا لا كذا. بالاضافه ان احنا نرجع نحطها كمان على ملح صيني، هنحط كل دي مشاكل بتواجهنا، عامله لنا مشاكل النهارده صحه وغيره. لكن دي الريحه بتاعتها بتغني عنها. طيب انا عايز اعلي التيست كمان شويه، اجيب شويه ورق بقدونس مجفف، ورق شبت، ورق كرفس، واحطه عليها بالشكل ده واقلبه. هيرفع معايا من الجوده ومن التيست كويس جدا جدا جدا. كده نكون خلصنا البهارات بتاعتنا. تعالوا بقى نقول التكات اللي احنا كنا بنقول عليها. لو انت هتعملي بهارات الكفته في الفرن، لازم بعد ما تصبعيها تديها صدمه، والا هتكش منك عشان الميه بتاعتها ما تنزلش. لو سردت هتكش وهتنزل، مش هيبقى ليها اي لازمه. طيب لو انا هعملها برده في الفرن، فطبعا ما فيش فحم. بجيب الفحمه واطفيها وهي لسه نيه وهي لسه لحمه حمراء، لان انا لو عملتها بعد السوي ما بتشمش الريحه. النقطه الثالثه، وانا بعمل العجينه لازم احط معاها معلقه بيكنج باودر. معلقه البيكنج باودر لوحدها غير كفيله، او في ناس بتحط اللي هو الكربونات الصوديوم من غير ما تفور، ملهاش لازمه. لازم ادي معاها عصره ليمونه. اديت عصره الليمونه بتفور وبتدي معايا هشاشه وتفضل طريه معايا في الاكل في اي وقت. كل ده اعجنه مع بعضه مع التتبيله بتاعه الكفته. وبكده نكون خلصنا بهارات الكفته بكل التكات بكل مشاكلها بحلول البهارات او طريقه الاستخدام. المحل بتاعنا محل شيخ العطارين في جمصه المصيف، منطقه المروه او شارع البريد بجوار البريد مباشره. نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله تعالى. لو حد محتاج اي خلطه يقدر يسيبها لنا في الكومنتات. احنا ان شاء الله تعالى على طوال الشهر بتاع شعبان هنعمل كل يوم خلطه جديده. نشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.